السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل والورد والياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. تعالوا نصلي على النبي بقى ونخش نشوف الغدا ايه النهارده. احنا عاملين اكل تحفة. الغدا ده بتاع امبارح، عاملين اجنحة وينجز. كل وينجز بصوا احلى حاجة. انا هنا جبت الاجنحة غسلتها كويس وصفيتها وحطيتها على النار تاخد غلوة. طبعا حطيت لها البهارات عادي، ملح وفلفل وبصلايه وايه، ولا احلى من كده. ممكن تحطي فص توم كمان في السليق عشان احنا هنقليها هنتبلها يعني. خلاص هنا اهو الماجي والملح والفلفل، خليها بس تاخد غلوه على النار عشان ما يبقاش فيها دم. طبعا انا عاملاها على طريقه الكنتاكي بس بسرعه يعني، مش بخاف برضو لا يكون فيها دم، فعملتها بالطريقه دي حلوه جدا ونفس الطعم. هنا هنعمل مكرونه. طبعا سلقنا المكرونه الاسباجيتي معانا، وهنعمل ايه بقى التسبيكه بتاعتها. هنا حطيت الزيت وهحط الصلصه، هي كانت عندي في الفريزر طماطم، هحط عليها ملح وفلفل وفصين ماجي وكمون على المكرونه وفص توم، فص واحد توم كده نقطعه مكعبات ونحطه. خلاص ممكن نحط شويه بهارات كمان. دي المكرونه اللي هي ايه، احلى مكرونه ممكن تعمليها بالطريقه دي، تحطي عليها البهارات دي تبقى تحفه. فص الثوم بيوديها في حته تانية خالص، والماجي طبعا ني، والكمون ده طبعا احنا قلنا. خلاص احنا مقطعين البطاطس، بطاطس تحمير تحفه، قطعناها كده صوابع وركناها عشان هنقليها مع الاكل. خلاص الاكله دي سريعه حلو وحلوه جدا، محدش ما بيحبش الاكل ده ياكله يعني، كله بيحب النواشف، بيحب الحاجات بتاعت بره. احنا هنعملها بقى في البيت بطريقه حلوه وسهله. بصوا ده كيلو اجنحه، رمى كميه كبيره جدا من العمايل يعني، من الكميه هتكفي 4-5 افراد. بس هنا هنحط على التتبيله بضايه و3 معالق دقيق ومعلقه ونص من النشا زي تتبيله البانيه كده. وهنحط طبعا كل البهارات، ملح وفلفل وتوم بودره بصل بودره بابريكا، سنه بهارات سنه قرفه، كل حاجه بنحطها على الفراخ الكنتاكي وكمان على تتبيله البانيه. هنا احنا حضرنا حاجه التتبيله وهنحمر في البطاطس. طبعا انا عملت التتبيله دي وحطيت نفس البهارات على اللي انا هقلي بيها، هقلي بدقيق وبرده ايه ونشا، وهحط بقى البهارات كلها. ممكن تحطي معلقه بيكنج باودر بتخلي القلي كده هاشش. دي بطاطس بهارات بتخلي البطاطس تحفه حلوه قوي، احسن من الحاجات اللي هي الشيبسي والكلام ده لما بتشتريه يعني نفس الطعم على فكره. ممكن تعملي شيبسي وتحطي منه. خلاص هنا انا ابتديت اقلي، هرد حسب بقى ما انت عايزه الطبقه تخينه عايزاها رفيعه، ممكن ترديها تاني في التتبيله وترجعي تحطيها في الدقيق بتعمل طبقه كبيره كده. خلاص هنا بقى هنبتدي القليه. احنا خلصنا البطاطس الاول وهنبتدي قليه الاجنحه اهو. طبعا كده كانت المكرونه اتعملت والبطاطس اتحمرت وكل حاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جربوا يا جماعه، الاكله دي هتعجبكم جدا ومش مكلفه خالص. واحلى حاجه، احلى ما بتجيبي من بره يعني. انت لو هتجيبي من بره شوفي انت هتجيبي الوجبه بكام. ونفس الاكله دي برضو على فكره بيبيعوا الاجنحه والمكرونه وشويه بطاطس بتعدي 120 جنيه الوجبه. بس هنا بصوا الشكل عامل ازاي تحفه، الطعم بقى حاجه تانية خالص. طبعا من الغلوه اللي هي على البوتاجاز دي ما بيبقاش فيها دم خالص من جوه، وهي طبعا ما بتبقاش مستويه فبتديكي كمان نفس الطعم. لو انت حابه تعمليها من غير ما تديها الغلوه دي، بس لازم تتبليها وتخزقيها حاجات تانية كده بتاعت بقى طريقه الفراخ الكنتاكي وتتبليها يومين عشان ما يبقاش فيها دم وكده. بس خلاص وده كان شكل الاكل. شايفين الاكل عامل ازاي، والاجنحه تحفه والبطاطس والمكرونه. الحمد لله الاكل طلع زي الفل. بالف هنا وشوف على قلبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.